المصادر الملهمة للكوميديا الإلهية لدانتي. إليك ملخص شامل للرسالة. 1. السياق والسبب. كتب المعري هذه الرسالة رداً على رسالة وصلته من أديب يدعى ابن القارح علي بن منصور الحلبي. كان ابن القارح قد كتب للمعري رسالة يظهر فيها التقى والورع، ويهاجم بعض الشعراء والأدباء متهما إياهم بالزندقة والكفر. رد عليه المعري بهذا العمل الذي يمزج بين الأدب، الفلسفة والخيال الساخر. 2. القسم الخيالي، الرحلة إلى الآخرة. هذا هو الجزء الأشهر، حيث يتخيل المعري أن ابن القارح قد غفر له ودخل الجنة. ومن هنا تبدأ مغامرة سريالية. الجنة. يتجول ابن القارح في الجنة، ويصف المعري نعيمها بأسلوب لغوي متمكن. لقاء الشعراء. يلتقي ابن القارح بشعراء الجاهلية الذين غفر الله لهم، مثل زهير بن أبي سلمى والأعشى، ويسألهم: كيف دخلتم الجنة وأنتم متم في الجاهلية؟ فيجيبون بأن الله غفر لهم لسبب أو لآخر. المحاورة الأدبية. لا يتوقف ابن القارح عن كونه لغويا، فهو يجادل الشعراء في الجنة حول أبياتهم وقواعد النحو وصحة الروايات، مما يضفي طابعا من السخرية الفلسفية. زيارة الجحيم. يطل ابن القارح على النار ويرى فيها شعراء آخرين مثل امرئ القيس وعنترة، ويتحاور معهم في تباين عجيب بين حال أهل الجنة وأهل النار. 3. القسم الواقعي، الرد على ابن القارح. بعد انتهاء الرحلة الخيالية، يعود المعري في القسم الثاني للرد المباشر على رسالة ابن القارح. في هذا الجزء يناقش قضايا التوبة، الزندقة والنفاق. ينقد تزمة ابن القارح وادعاؤه الفضيلة بينما هو يغتاب الآخرين. يستعرض آراءه في العقائد والفرق الدينية بأسلوب نقدي مغلف باللغة العميقة. 4. الخصائص الفنية والأفكار الأساسية. السخرية السوداء. المعري يسخر من نفاق المجتمع ومن المقاييس البشرية في الحكم على الناس. الثراء اللغوي. الرسالة تعتبر مرجعاً لغوياً ضخماً، استخدم فيها المعري مفردات نادرة ومعقدة غريب اللغة. الفلسفة. يطرح تساؤلات عميقة حول العدل الإلهي والمصير والحقيقة مقابل الادعاء. باختصار، رسالة الغفران هي رحلة خيالية في الدار الآخرة، استخدمها المعري ليعبر عن آرائه الفلسفية في الإنسان والدين والأدب، وليواجه تزمة وعقد المجتمع في عصره بأسلوب أدبي لم يسبقه إليه أحد.